وحشتوني. طبعا بقى خلصنا امتحاناتنا بتاعت الاعدادية واتفرغنا ليكوا، وهنبتدي بقى نرجع لفيديوهاتنا. واول فيديو معانا هو فرح، يعني فرح حد من قرايبنا، العروسة جوزي يبقى خالها. تمام كده، تعالوا بقى احضروا معانا الفرح من اوله ويومنا كان عامل ازاي. يعني هصورت لكم كده اهم لقطات من الفرح، ولكن ما تنسوش تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس وشيروا الفيديو لكل حبايبكم واصحابكم، وان شاء الله يكون فيديو سعيد لذيذ على قلوبكم. وتعالوا بينا يلا، مع اعذروني ان في لقطات مش هقدر اسيب لكم الاغاني فيها. ده بقى هنا كده واحنا كنا رايحين في طريقنا للفرح. اصله كان بعيد قوي يا جماعة، يعني مش عارفة المكان كان اسمه ايه، المنصورية، مكان بعيد. انا مش قادرة افتكر بالظبط كان اسمه ايه المكان، بس هو بعيد جدا. اوكي، فطريقي يعني خد معانا وقت حلو يعني. فقلت اصور لكم كده مقتطفات كده واحنا يعني عاملين مود كده بتاع الافراح، ومشغلين الاولاد مشغلين اغاني كده ومفرفشين شويه. قلت اصور لكم بقى الطريق معانا كده واحنا ماشيين. هنا كنا خلاص بقى قربنا نوصل، وشكل الغروب صراحه عجبني قوي كده، فقلت اصوره لكم. كده احنا خلاص وصلنا عند بقى القاعات. يا جماعه منظر القاعات تحفه تحفه تحفه. هي كلها منطقه عباره عن كلها قصور وفلل، معموله بقى ايه قاعات. يعني هي ده اصلا مكان مخصص للافراح وكده. اكيد انتوا ادرى مني بقى وعرفتوا فين المكان، صح؟ انا عارفه ان انتوا عرفتوا. وصلنا كده خلاص عند القاعه بتاعتنا، بقى هننزل ونبتدي بقى ايه فقره الفرح بتاعتنا. طبعا ألف مليون مبروك للعروسين، ويا رب عقبال كل الحبايب ما يفرحوا ويدخل الفرحة على قلوبهم يا رب، وكل الناس يجعلهم جوازات الهنا على ايديهم. سيء. اهو يا بابا، اهو يا حبيبي، اهو يا بابا. داخله من هنا. يونس يونس زعلان ليه؟ بدأناها. بصي العروسه يوم عروسة صغننة. العروسه صغيره. بصي العروسه انا عايزه اروح اسلم على العريس. هنا بقى كان بدأ الفرح معانا، وده ابو مازن كان خلاص هلكان المشوار صراحة هلكه، فانتوا اعذروه مش طالع بطبيعته قوي في الفيديو لان المشوار كان طويل صراحة. المهم هنا بقى كده بدأ الفرح، فما كانش ينفع ان انا اشغل اغاني واسيبها، انتوا عارفين هيجيلنا حقوق طبع ونشر. فاعذروني في حاجات كده مقاطع صغيرة هقدر اسيبها لكم، وفي مقاطع مش هقدر اسيبها لكم. المهم هنا كان الحمد لله اتكتب الكتاب ومبروك يا رب. وهنا بقى جت فقرة التورتة اللي بعدها، طبعا بيجي فقرة اللي هو بيبتدي يتوزع الجاتوهات والحاجات دي. بس اعذروني ان انا مش قادرة ان انا اجيب يعني العروسة والعريس بعينهم، او ان انا اجيب لكم اشخاص
يعني ابين لكم اشخاص، لاني يعني انا بحب احترم الخصوصيه. حبيت اعيشكم معايا اجواء اليوم ولكن من غير ما اظهر حد يعني. نعم نعم حاضر. يا جماعه انتوا عارفين عايزه اعمل ايه؟ لما كانوا يقولوا لي لو اعرف ان هم كانوا يقولوا لي في الكليب واحد. اه والله بيرش واحده واحده كده. جاهزين جاهزين. كان نفسي والله اسيب لكم كل الاغاني واعيشكم الاجواء. انا عارفه ان الموضوع ده رخم، بس يا لو اليوتيوب يسيبونا كده ننزل اجواء الفرح باغانيه بكل حاجه عشان نعيش كل الاجواء كده حلوه بطبيعتها، يا ريت. هنا بقى مازن اخيرا بدات الاغاني تشده كده ويقوم يفرفش شويه، لان مازن ابني ملوش في الافراح الا لو صحابه معاه. مين زيه كده؟ لاني يعني لو خدته في اي فرح بيقعد على الكرسي زي ما هو، ما بيقومش الا لو صحابه معاه. ما بعرفش اقعد على الكرسي اصلا. فبدأت كده اصوره كده، ولكن يونس ابني ما سابوش في حاله، سابه شافه بيرقص قال بس يلا خلاص فرصتي، راح داخل معاه قال يرقص بقى. لان يونس طول الفرح كانت طالبه معاه بنكد. يعني انا مش عارفه الاطفال الصغيره دي ليه بتطلب معاهم بنكد كده، بيبقوا كل حاجه زن كل شويه ماما روحيني، ماما يلا نروح، ماما يلا نروح، مش عايز يخرج بره البيت. مش عارفه ده ليه. بعد ما كان يعني كان بيرقص وبيفك عن نفسه، الا اذا اخوه راسه الف سيف انه يفضل كده ينططه بالشكل ده، وهو مرضيش ابدا يسكت. كل ما ينزله كده يقول له تاني 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 تاني. ربنا يا رب يخليهم لبعض ويخلي كل الاخوات لبعض ويجعلهم سند وظهر لبعض يا رب دايما، ويبارك فيهم سواء اولادي او اولادكم. بس استنوا، انتوا لسه ما حطيتوش اللايك ولا الشير ولا السبسكرايب ولا فعلتوا زر الجرس يوصل لكم كل جديد؟ لا كده هزعل بجد. انا تسالوني هي ليه سما مش موجوده في الفيديو، مش ظاهره في الفيديو؟ عايزه اقول لكم ان سما طول الفرح وهي قاعده مع بنت عمها وما سابوش بعض طول الوقت، قاعدين مع بعض مشغلين بقى يصوروا فيديوهات تيك توك. فكنت سايباها بقى براحتها تعيش وقتها. وهنا ده ابو مازن كان بيسلم عليكم بقى، وطبعا كالعاده يونس كان مطلع عينينا. وهنا الحمد لله بقى الفرح تم على خير وخلص. يلا بقى نروح خلاص، الفرح خلص. يلا الفرح خلص. يا ماما. هنا كنا خلاص بقى مروحين في طريقنا، ولكن زي ما قلت لكم فهمتكم ان الطريق كان طويل واحنا يا دوبك لسه متحركين ما بقناش شويه. فجاه لقينا العربيه مؤشراتها كده بقت غريبه وبدات تسخن. ما كناش فاهمين في ايه، فقلنا الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل. بدأ كده ابو مازن ينزل يشوف العربيه. بس انا سامعاكي اللي قاعده بتتكلمي انت وهي بتقولي يعني ايه العربيه سخنت، ما تروحي توديها للدكتور. لا يا عسل. العربيه سخنت يعني كده المؤشرات لما بتسخن بيبقى في حاجه في العربيه مش مظبوطه. فالحمد لله صلحها يعني ابو مازن، والحمد لله خلصنا على خير. بس يومنا لسه مخلص، استنوا احنا هنا لسه نازلين كده ورايحين نتعشى، يعني لازم برضو نتعشى قبل ما نروح. اصل اكيد مش قادره ان انا اروح اعمل اكل بقى، صح؟ يلا بينا نخش نتعشى كده واوريكم اتعشينا ايه. قعدنا كده نتناقش لحد ما في الاخر رسينا على كشري. مين زي بيعشق الكشري بتاع بره؟ انا عن نفسي بحب كشري بره اكتر بكتير من كشري البيت. مين زي؟ عايزه تنامي عشان النهارده اليوم كان طويل عليكي. النهارده اليوم كان طويل عليكي. Few moments later. ما تتفضلوا معانا. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. ما تنسوش تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. اسيبكم في رعايه الله، مع الف سلامه. ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى.